السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بحييكم من قناة ابداعات ايمي. والنهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا هتفيدنا كلنا، وفي ناس كتير قوي بتدور عليها او بتحاول ان هي تعمل الحكاية دي بشتى الطرق، اللي هو الرجيم بتعمله بكل الطرق. طبعا في طرق كتير جدا للرجيم وانقاص الوزن. النهاردة فكرتنا جميلة جدا، وهتساعد على انقاص الوزن من يعني حوالي من 5 ل 15 كيلو شهريا، ده على حسب الجسم ويعني وحرقه للدهون، لان طبعا كل جسم بيختلف عن التاني في حرق الدهون. طبعا احنا اول حاجة بحب اقول اللي اول مرة بيشوفوا القناة ما ينساش يشترك بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، ويضغط على الجرس اللي هيظهر بعد كده، وطبعا فضلا وليس امرا يدوس على لايك وشير للفيديو. طبعا عايزاكم تشجعوني بتعليقاتكم اللي بتديني دفعة وثقة اني استمر ان شاء الله يا رب، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. النهاردة جايبة وصفة جميلة جدا من الطبيعة ومفيدة، وبتساعد على الرجيم وتنسيق الجسم كله، كمان بتساعد على حرق الدهون، غير انها بتساعد في معالجة بعض الامراض. طبعا في وصفات كتير جدا للرجيم، طبعا ان شاء الله هنبقى نعملها تباعا في فيديوهات جاية ان شاء الله مع بعض. النهاردة جايبة اسهل وصفة للرجيم، سهلة جدا ويعني متوفرة ومن الطبيعة وربنا خلقها لنا، يعني مش هنحتاج اي حاجة ولا عقارات ولا ادوية اللي بتسيح الدهون ولا اي حاجة. هي كل الحكاية دي حاجة بتاعت ربنا وحاجة طبيعية جدا. الوصفة النهاردة هي مكونين 2 بس. اول حاجة المية اللي طبعا ربنا خلقها لنا وببلاش. تاني حاجة عصير الليمون. تتميز طبعا المكونات دي انها بتبقى عندها القدرة على التخسيس وانقاص الوزن. كمان احنا لو اتبعنا الوصفة تمام هنخس تقريبا من 5 إلى 15 كيلو في الشهر، طبعا زي ما قلنا على حسب حرق الجسم، يعني كل جسم طبعا زي ما قلنا بيحرق بطريقة غير التانية. احنا عندنا اول حاجة هنقول مثلا ان احنا نجيب بالليل نص لتر مية، يعني 3 كوبايات مية، وهنحط فيهم قشر ليمون زائد عصير ليمونة فريش، يعني قشور زائد نعصر ليمونة بحالها فيها، ونخليها على الصبح ونشرب منها كوباية على الريق. طبعا الكوبايه على الريق دي يعني بتساعد، يعني ما اقدرش اقول لكم قد ايه في انقاص الوزن، في حرق الدهون، بانها كمان مفيده جدا للناس اللي عندهم انتفاخ في المعده والامعاء، بتساعد جدا عليها انها بتقلل من الحكايه دي وممكن بتنهيها خالص مع الوقت. كمان الاستمرار على الوصفه دي لمده شهر، ومع ان احنا نلتزم بالاكل الصحي ونبتعد عن الوجبات السريعه، فعلا هتحسي بالفرق بعد شهر، هتحسي بفرق جامد جدا بعد اتباع الوصفه دي. في بس قبل ما نبتدي طبعا الوصفه بتاعتنا بتاعت الميه والليمون، في حاجات كده لازم ان احنا نخلي بالنا منها. اولا نستعمل الليمون في اكلنا كتير، نحطه على السلطة، نحطه على الأسماك، نحطه على الوجبات اللي بتحتاج ليمون. في وجبات كتير جدا بتحتاج ليمون، ده في ناس حتى يعني لو أكلوا، ولو إن دي حاجة مش تبع الرجيم يعني، بس هم على أساس الطعم وعلى أساس الفايدة بتاعت الليمون، يعني حتى لو أكلوا كشري بيحطوا عليه ليمون. في ناس كتير جدا يعني بيعملوا الحكاية دي، بيحطوا الليمون على أي حاجة. فعلا أولا بيخلي الأكل إن هو بتبقى لو في أي ميكروبات بتقتل الميكروبات اللي فيه، زائد الفوائد بقى الكتيرة جدا، فيتامين سي وحاجات جميلة جدا في الليمون. فاول حاجه ان احنا نستعمل الليمون في ايه، في اكلاتنا كلها، او على الاقل في الاكلات اللي بتحتاج الليمون. نعتمد على الدهون المفيده زي زيت الزيتون، زي زيوت الاسماك، المكسرات طبعا مش هناكلها كتير لان هي برضو مش متوفره، او هي متوفره بس غاليه، فهنبقى احنا لازم نعمل حاجه ما تكلفناش. تاني حاجة لما بنخفف الليمون بالمية ده بيعمل على عدم تهيج المعدة،
والجهاز الهضمي، لان طبعا الليمون لما ناخده الصبح على معده فاضيه طبعا ممكن هيهيج المعده، ده شيء طبيعي حتى لو المعده سليمه و100% يعني. فاحنا طبعا مجرد ان احنا بنخففها بالميه ده احنا بنخفف شده حموضه الليمون، وفي نفس الوقت بنقلل تهيج المعده والجهاز الهضمي عامه. تاني حاجه لما نيجي نختار الليمون، نختار الليمونه الصفراء. ليه؟ لان دي بتكون اكتمل نضجها وبتكون فيها كل الفيتامينات وكل الحاجه اللي احنا محتاجينها من الليمون، لان الليمون الاخضر والليمون الاصفر الباهت ده بيكون لسه ما اكتملش نضجه. بعد كده ان احنا ما نتناولش الطعام او اخر وجبه تكون ناكلها يكون على الاقل قبل ما ننام ب3 ساعات. ننظم كمان مواعيد الاكل بتاعتنا، مش كل شويه ناكل، يعني نخليهم ال3 وجبات، يعني 3 وجبات، ما ناكلش بقى ننقنق بين هنا وبين هنا، الا بقى لو كانت خضروات طازجه او فاكهه. يعني الفاكهه وشرب الميه بين الوجبات او الخضروات كمان اكتر، ده فعلا بيساعد على اشراق البشره وجسمنا يبقى طبعا فريش كده وجميل، وفي ميه ما تبقاش البشره نشفت من قله الاكل ولا قله الميه دي كلها، والحاجات دي والخضروات بتساعد على نضاره البشره وبتخلي بشرتنا جميله جدا. طبعا الليمون والميه فوائده مش علشان الرجيم بس، اولا بيساعد في حاجات كتير جدا، ودي مش كلامي انا، ده كلام خبراء الصحه العامه. النتائج دي توصلوا لها بعد دراسات، طبعا احنا يمكن بناخد الخلاصه ونقول عليها، لكن هم الناس دي بتبقى نتيجه تجارب ونتيجه يعني دراسات كبيره جدا، احنا بناخد بقى الخلاصه بتاعتها. اولا بيزود المناعه عشان بيحتوي على بتاع ده فيتامين سي. الحاجة التانية بيخلص الجسم من السوائل اللي موجودة في الجسم وفي الرجلين وكده، بتبقى نازلة في الرجلين وفي تورم في الرجلين. بيساعد على رطوبة الجسم وتبقى فيها طاقة. كمان بيساعد على نضارة البشرة. وكمان ان هو تناول كوب من المية وعصير الليمون بيساعد على تنشيط الكبد، ودي طبعا حاجة مهمة جدا في اليومين دول كده. فوائد الليمون كمان للبشرة، بيزيد من نضارتها، بيجدد شبابها، بيعمل كمان على مرونة الجلد، بيقلل ظهور التجاعيد، بيساعد على انه يفتح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، بتبقى البشرة كلها لون واحد متبقاش فيها بقع. طبعا فوائد المية، طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية طبعا فوائدها كتيرة جدا، بيساعد على التخلص من آلام المعدة، طبعا بتساعدنا في عملية الهضم، تمنع الإمساك، بيساعد على تخفيف كمان المفاصل، وبيقلل من اليوريك أسيد، وبيقلل من الأملاح في الجسم، وبيساعد الكلى على انها تتغسل كل شويه، نشرب الميه، وطبعا بالتالي بتنزل مع البول بينزل كل الترسبات والاملاح والحاجات السموم اللي بتبقى في الكلى وفي الجسم بتنزل طبعا نتيجه شربنا للميه. طبعا برضو فوائد شرب الميه ليها فوائد جدا، لو شربناها اول ما نصحى الصبح ده بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه. لو شربناها قبل الاكل بنص ساعه بيساعد على الهضم، وتبقى بالتالي طبعا ما يعملناش امساك ومشاكل القولون وطبعا والمعده والحاجات دي. لو شربناها قبل الاستحمام بيخفض ضغط الدم. لو شربناها قبل النوم بيقلل السكتات الدماغيه. فاحنا المكونين اللي النهارده جبناهم مكونين مفيدين جدا 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 للرجيم ولرشاقه الجسم ولنضاره البشره، اللي مفيدين جدا جدا وللهضم وزي ما شفنا كده لبعض الامراض كتير جدا. وان شاء الله في فيديوهات تانية هنجيب برضو حاجات تانية للرجيم ان شاء الله، برضو هتكون من البيت وسهلة جدا، وان شاء الله هنستفيد منها كلنا. أرجو أن يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.